هذه القافلة من أبناء مديرية الصعفان للقوات المسلحة والأمن ضد الحوثيين الباغين الذين يعني خربوا البلاد. ونحن الآن نقدم هذه القافلة الرمزية ومستعدين أن نقدم دماءنا وأولادنا رخيصة للحفاظ على الأمن والاستقرار والحفاظ على الوحدة اليمنية والحفاظ على الجمهورية اليمنية خالدة. كلنا للحوثي بالمرصاد الباغي والذي خرج عن النظام وعن القانون، كلنا قلبا وقالب مع قيادتنا السياسية ومع أبناء قواتنا المسلحة ضد هذه الشرذمة الباغية الذي أرادت أن تعيد عجلة التاريخ إلى الوراء. ولكن نقول له بعدا للحوثي ولمن يقف وراء الحوثي ولمن يدعم الحوثي، ومستعدين أن نوقف بأرواحنا ودماءنا يعني مقاتلة هذه الشرذمة الضالة الذي أقلقت أمن اليمن. مديرية الصعفان دائما هي في المقدمة لتقديم كل ما في وسعها أمام والدفاع عن أي خطر قد يواجه هذا الوطن. ونقول للأخ رئيس الجمهورية والقوات المسلحة والأمن أن يضربون بيد من حديد، ونحن معهم بقلوبنا ودماءنا وأموالنا وأرواحنا فداء لهذا الوطن. هذه القافلة سميت قافلة الحسم والانتصار، نقدمها لأبناء قوتنا المسلحة والأمن وللنازحين دعما ضد الشرذمة الباغية الضالة. الحوثي هذا الباغي الذي ينتقم يعني من الشعب، وقالوا انهم من الشعب وليسوا من الشعب، هذا خارج عن النظام. نريد من جميع الناس الالتفاف حول القيادة السياسية للقضاء على هؤلاء. ونحن معهم بدماءنا، مع القوات المسلحة بدماءنا وأموالنا وأنفسنا، ونقول لهم ثابروا ورابطوا ونحن معكم بالدم وبالروح وبالمال، وإن شاء الله بإذن الله النصر قريب. وبهذه الروح الوطنية التي يبديها أبناء شعبنا اليمني يقف الجميع حكومة وقوات مسلحة ومواطنين في خندق واحد ويدا بيد للقضاء على هذه العصابة. عبد الوهاب الحميدي، قناة اليمن الفضائية.